لو انت عروسه وفرحك قرب ومحتاجه كده الابتسامه بتاعتك تكون حلوه جدا ومنوره، لو جوزك بيشرب قهوه وشاي كتير او بيشرب سجاير والسنان بتاعته بدا يبقى لونها اصفر، لو محتاجه تظهري بمظهر كويس جدا، لو مش مهتمه باسنانك قوي وجه الوقت ان انت تهتمي باسنانك، حاولوا تجربوا الشرايح بتاعه الاسنان دي يا جماعه. الشرايح دي تحفه، حرفيا عباره عن شريحه جل بتتحط على الاسنان وبتتساب لمده نص ساعه وبعد كده بتشيليها. الشرايح دي كويسه جدا وخرافه وبتديكي لمعه وبياض حلوه قوي لاسنانك، والنتيجه بتاعتها بتكون فوريه، يعني مش محتاجه ان انت تستخدميها اكتر من مره علشان النتيجه بتاعتها تبان. مش بس كده، ده انا كمان في المكان اللي انا فيه ده لقيتهم بيبيعوا الشرايح دي بالواحده، لو انت هتجيبيها من اي صيدليه بتلاقيها باكت على بعضها، بيكون ثمنها غالي، لكن في الاماكن اللي زي اللي انا موجوده فيها دي ممكن بيبيعوا شريحه واحده، الواحده ب 20 جنيه، تجربيها اول مره عشان لو عجبتك تبداي تجيبي منها كتير. بس انا متاكده 100% ان انت لما تجربيها هتعجبك. وزي ما قلت لك هي دي بس مش مقتصره عن البنات تستخدمها، اي حد ممكن يستخدمها، لو طفل ما فيهاش اي اضرار خالص، لو ابنك اسنانه مصفره، لو جوزك مش مهتم باسنانه، لو انت كمان نفسك اسنانك تكون ماشيه منوره كده زي اسنان الممثلين، جربوا الشرايح دي يا بنات، هتعجبكم جدا جدا. هي مش بس بتبيض، هي كمان معالجه للاسنان واللثه، وكمان بتمنع ريحه الفم الكريهه.